احنا ليه دايما بنركز على الحاجات اللي بتفرقنا عن بعض؟ ليه بنتفنن ان احنا نصنف بعضنا، سواء كان دين، جنس، بلد، سن، مدينة، نادي، لون، حالة اجتماعية، حالة مادية، عيلة، مهنة، تعليم، هواية، قدرات، صحة، شكل، والليستة ما بتخلصش. ليه مش بنتكلم على الحاجات المشتركة ما بيننا؟ الحاجات اللي كلنا بغض النظر عن اختلافاتنا متشابهين فيها بدرجة تخض. حاجات من كتر ما احنا متعودين عليها عمرها ما بتيجي على دماغنا. مبدئيا كلنا لما بنجوع بناكل، لما بنعطش بنشرب، لما بننعس بننام، او على الاقل بنحاول نشبع الرغبات دي. عندنا نفس تعبيرات الوش: السعادة، الدهشة، الحزن، الازدراء. خلي بالك من الشفة دي، لما حد يرفع لكم الشفة دي اعرفوا انه عايز يعمل فيكم حاجة وحشة. الخوف، القرف، والغضب. في كلمة مشتركة ما بين كل لغات العالم، كل البني ادمين بيقولوها، اللي هي ايه او ها او ها. يعني يبقى في حد مش فاهم انت قلت له ايه. اكتشفوا ان في كل لغات العالم الكلمة المشتركة ما بينهم كلهم هي ها. دي احنا بدائيين يا جماعة. كلنا بنقشعر بنفس الطريقة، وبنغير من نفس الاماكن، كلنا بنتخض بنفس الطريقة، وبنبلغ في نفس الوقت. كلنا بنمارس الجنس بنفس المبادئ الأساسية. هي دي فيها كلام طبعا، لأن في ناس بتروح حتت غريبة، بس في الآخر هي نفس المبادئ اللي كل البشر بيمشي عليها، اللي هي احنا مخلوقين بيها. كلنا عينينا بتزغلل لما بنطلع في الشمس، وكلنا وشنا بيحمر لما بنتكسف، وكلنا بنعرق في الحر، وكلنا بيجي لنا إسهال وأحيانا إمساك بنفس الطريقة. كلنا بنتاوب، مش بس كده، كلنا بنتعدي لما بنشوف حد بيتاوب. وفي مواقف كتيرة بتحصل في الحياة برضه بتحصل لنا كلنا. يعني عمركم بصيتوا في الساعة وبعدين ما افتكرتوش الساعة كام؟ يعني بصيتوا فيها تاني ولسه مش فاكرين الساعة كام؟ وبعدين تبص فيها مرة تالتة وحد يسألك هي الساعة كام؟ تقول له مش عارف. عارفين لما تصحوا يوم التلات متأكدين ان النهاردة الأربع، وتقضوا اليوم كله على أساس ان النهاردة الأربع، تقعدوا تسألوا الناس هو النهاردة التلات ولا الأربع؟ يقولوا لك التلات، والله أنا كنت فاكره الأربع. وبعدين تخش تنام وتصحى يوم الأربع عادي جدا. عارفين لما تلاقوا نفسكم في أوضة من أوض البيت تبقوا مش عارفين انتوا دخلتوا الأوضة دي ليه، بس تبقوا متأكدين ان انتوا كنتوا عايزين حاجة من الأوضة دي، بس ما فيش أمل انك تفتكر انت جيت ليه. تبتدي تشك في نفسك، هو أنا اتلحست؟ ما تخافوش، انتوا مش لوحدكم. أو لما تكونوا بتكلموا نفسكم وحد يخش عليكم وتمثلوا انكم بتغنوا عارفكم. عارفين لما تبقوا قاعدين في القطر وجنبكم قطر واحد منهم يبتدي يتحرك وانتوا تبقوا مش عارفين انهي واحد. او لما نركب مركب ونقعد في البحر فتره وبعدين ننزل على الارض ونبقى متاكدين ان احنا لسه قاعدين على المركب. او احساسكم لما تيجوا تشيلوا شنطه كبيره وعارفين انها تقيله وتطلع فاضيه، والجزء من الثانيه تحس ان انت قوي جدا. او لما تحاول تقول لحد عنده وساخه على وشه، تقول له يا معلم في وساخه على وشك، يقول لك فين؟ تقول له هنا. يقول لك هنا يا معلم. فين هنا؟ عمرها ما بتظبط دي. تقول له هنا يقول لك هنا، لحد ما تزهق منه وتسيبه بالقرف اللي على وشه الغبي. عمركم بصيتوا على وشكم في المرايه تحت النور الفلوريسنت؟ كل حبايه وخربوش ودمل وتعويره ووشمه وحسنه وبطحه جت لكم في حياتكم بتشوفوها في الوقت ده. ما تقلقوش يا جماعه، انتوا مش لوحدكم. او لما نكون طالعين السلم وفاكرين ان في سلمه زياده نروح، ولا واحنا نازلين السلم وفاكرين ان لسه في سلمه زياده نروح طبق صدرك على حوضك. ولما تعصر ليمونه في بقك، او لما تاكلوا ايس كريم في الحر بسرعه زي المفاجيع ويجيلكوا الوجع اللي هو بيجي في اخر الزور، الحته اللي انت ما تعرفش توصل لها دي، وملوش حل غير انك تفضل قاعد موجوع لحد ما الوجع يروح وبعديها تكمل ايس كريم عادي جدا. او لما تخشوا تناموا الظهر وتصحوا في الضلمه وتبقوا مش عارفين النهارده ايه، انا صاحي امبارح ولا بكره. او لما ننام على جنبنا ونبص على حاجه ونغمض عين ونفتح عين ونغمض عين ونفتح عين ونغمض عين ونفتح عين، نقعد كده فان تايمز مع نفسنا. انتوا مش لوحدكم يا جماعه. حد عمره عرف يعطس وهو بيعمل بيبي؟ مستحيل. المخ مش هيسمح بالكارثه دي. في الاخر كلنا بنعيا وكلنا بنموت وكلنا بنكتئب وكلنا عندنا اسرار وكلنا بنتنسي وكلنا بنروح في التراب. فالمرة الجاية لما تقابلوا حد، راجل أو ست، كبير أو صغير، مسيحي أو مسلم، غني أو فقير، قوي أو ضعيف، عادي أو غريب، افتكروا إن كلنا
سلالات من نفس النوع، من نفس الكائن الصغير الغلاط الضعيف اللي عايش عمره على الارض مغرق نفسه في الوحل، ولحد دلوقتي مش قادر يشوف الصورة الكبيرة. كائن اللي ادى قيمة لكل حاجة ملهاش قيمة، وبسببها راحت منه كل القيمة.